الجولة العاشرة عرفت تسجيل 15 هدف. أهم ما ميز الدفعة الأخرى، ليتوال خسرت قدام الأولمبي البيجي 2-1 في أولمبي سوسة. مرياح ضيع ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي ضد جرجيس في جرجيس بعد تصدي الشرفي والماتش وفاز 0-0. استاد ربحت السي بي 2-0 ورسميا ترجع للصدارة ب 24 نقطة. الافريقي الثانية ب 22 نقطة، الترجي الثالثة 21 نقطة. نقطة استفهام ليتوال 9 نقاط مرتبة 12 بعد بن قردان سليمان وباجة ب8 نقاط. ومستقبل جابس تتراجع للمرتبة الأخيرة برصيد 7 نقاط. حسب رأيك، هل يقدر الملعب التونسي على تواصل تصدر البطولة والتتويج باللقب؟